السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد مع قناتنا إشراقة سعيدة. هنعمل مع بعض الفراخ المقرمشة بأسهل طريقة وألذ تتبيلة على طريقتي، وهتكون لذيذة جدا وزي الجاهزة بالظبط، وكمان هتعجبكم قوي اللي هيجربها بالطريقة دي. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا أوراق فراخ، ممكن نستخدم فرخة كاملة عادي، يعني ممكن بنعمل الأجزاء بتاعتها كلها، بس هنا انا استخدمت اوراق بس زي ما تحبوا يعني. المهم ان الفرخة تكون من 900 جرام ل 1200 بالكتير، يعني ممكن 900 او كيلو 200 جرام بالكتير خالص، ما تتعداش عن كده عشان تستوي معانا بسرعة في الزيت وكده. تمام، انا هنا قطعت الاوراق هنا بتاعتي لكذا جزء كده. تمام، وجبت كده عند المفصل كده بقطعها، يعني عملت الوركة جزأته. طبعا بتكون مغسولة كويس جدا، وبعد التقطيع طبعا بنغسلها كويس جدا وبننقعها في مية وليمون وملح، مية وملح وليمون او خل او ورق لورا بنضيفه معاهم. تمام، ده كده بعد يعني في مغسولة كويس قبل التقطيع وممكن كمان نخليها من العظم لو حابين، وتتعمل فراخ مقرمشة بدون عظم من جوه، بتتحمر وتستوي بسرعة. ولو حابين انها تتحط في سندوتشات او تتحشي في السندوتشات كده بتبقى لذيذة جدا برضو، بتبقى حلوة قوي. بعد كده بنعمل فيها فتحات كده بالسكينة، اوكي، ننغز بالسكينة كده في اللحمة علشان التتبيلة توصل ليها من جوه. تمام، وكمان تساعدها في التسوية بسرعة. تمام كده، في كل القطع اللي عندي هنعمل فيها كده بالسكينة. تمام، هنجينا عند الدبوس كده نفتحه نفتح فتحات كده حوالين العظمة كده اهوت، بحيث ان هو يتفتح معانا، يتفرد كده اللحمة بتاعته تتفرد كده، تبقى مفرودة بالطريقة دي. تمام، بعد كده هننقع الفراخ بتاعتنا بعد ما قطعناها في مية وملح، بنضيف لها شوية خل، نقطتين خل كده عليهم، وممكن نحط معاهم ليمونة بنعصرها عليهم كده برضو، ورق لورا برضو بنضيفه عليه. تمام، المهم بتخلي كده، بتظبطي كده المية بتاعتها، ومهم قوي تسيبيها في محلول النقع ده لمدة ساعة او ساعتين. تمام، هتشيل اي ريحة فيها او اي زفارة او اي حاجة مش حلوة، هتلاقيها ريحتها حلوة قوي وطعمها رهيب، وهيفرق كمان في الطعم وفي طعم اللحم. تمام، بعد كده صفيناها كده بالمية بتاعتنا، تمام، اللي كانت فيها او محلول النقع. بعد كده بنضيف عليها البهارات، وهي ملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا، بصل باودر، توم باودر، زعتر، بهارات فراخ او لحم زي ما تحبي، قرفة، كزبرة ناشفة. دول البهارات اللي انا ضفتها، وكمان حطيت عليها معلقة هريسة شطة حراقة شوية، يعني على حسب الطلب يعني او الرغبة. وحطيت عليها كمان معلقتين صلصة، هيظبطوا لك الدنيا كده ويخلوا الفراخ في حتة تانية خالص. تمام، ونقلبهم كويس كده مع بعض. تمام كده، هنا هنقلبهم لحد عشان التتبيله تدخل في المسام اللي احنا فتحناها فيها، او في الفتحات اللي احنا فتحناها في مسام اللحم بتاعها. تمام، المهم ندخل كل البهارات بتاعتنا دي في اللحم كله كويس جدا. بعد كده نفس البهارات اللي احنا استخدمناها هنضيفها هنا على الدقيق. هنستخدم هنا معانا كوبايتين دقيق ونص كوباية نشا، ونفس البهارات اللي احنا استخدمناها حطيناها على الفراخ هنحط زيها على الدقيق برضو. تمام كده، طريقة سهلة جدا وبسيطة هتعجبكم قوي ان شاء الله. واللي وصل معايا لحد هنا ياريت يثبت وجوده بلايك للفيديو،
واللي اول مره يشوف القناه ياريت ينزل يدوس على زر الاشتراك عشان يوصله كل جديد في القناه. بعد كده هنسيب الفراخ في التتبيله شويه، برضو ساعه او ساعتين، تمام، زي ما تحبوا، او حتى نص ساعه. المهم كل ما بتسيبوها في التتبيله بتفرق في الطعم. بعد كده بناخد قطعه بننزل بيها في الدقيق بتاعنا اللي احنا عملنا له الخلطه بتاعتنا برضو. ومعانا جنبنا بوله فيها شويه ميه ساقعين، بننزل بالفراخ كده بعد بنحط على الدقيق، بننزل بيها تاني في الميه، تمام، لمده يعني دقيقه، نص دقيقه كده، ونطلعها على طول، يعني ربع دقيقه بالكتير، تمام. ونعمل الحركه دي نكررها حوالي 10 مرات او حتى يعني 8 مرات او حاجه، يعني المهم زي ما تحبوا برضو، تمام. بنرجع نحط عليه او نرشها كويس بالدقيق، اوكي، وننزلها في الميه ونرجع تاني في الدقيق، وهكذا، تمام. وهنا عملت حوالي نص الكميه كده اللي معايا، تمام. وفي طاسه سخنه على النار هنضيف فيها زيت كتير، او في حله عميقه، او مهم تستخدمي حاجه عميقه، يعني طاسه عميقه او حله عندك، بتضيفي فيها شويه زيت كويسين، يعني مهم قوي الزيت يكون شويه كتير يعني، تمام. بعد كده الزيت يسخن جدا، يبقى سخن قوي، اوكي. بعد كده تيجي نازله بالفراخ فيه كده، اوكي، وتسيبيها في الزيت لمده 10 دقايق. بعد كده بتقلبيها تقعدي تاني بتقلبي الفراخ على الوش التاني، تمام. بتقعد حوالي ربع ساعة على النار كده يعني، تمام، لحد ما تستوي كويس. ودي كانت النتيجة، كانت حلوة قوي، كانت ناشفة جدا على فكرة، كانت بتقرمش جدا جدا. انا مش الصوت مطلعش هنا بتاع اللي هي كانت ناشفة قوي، تمام. كنت بخبط عليها بايدي كده، كانت ناشفة. وحمرت معاها شويه بطاطس، وعملت مايونيز، تمام. بتعملوا معاها اي حاجه، سلطه طحينه او سلطه خضراء، زي ما تحبوا، بتبقى جميله قوي قوي. جربوها بالطريقه دي، وطريقه سهله جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، مننساش نعمل لايك وشير وكومنت حلو. ولأول مرة يشوف القناة ينزل يعمل اشتراك في القناة عشان يوصله كل جديد من القناة. بصوا بقى، قطعة الفراخ ناشفة من بره جدا، وجوه طرية جدا، والتتبيلة واصلة للحم من جوه، ما شاء الله، جميلة جدا. والى اللقاء، مع الف سلامة.